السلام عليكم حبيباتي. اليوم راح نديرو مع بعض هاد الوصفه. نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. هنا الحاجه الاولى اللي نبدا بها هي الشربات تاعنايا. هنا عندي 2 كيسان تاع سكر، ندير عليها 4 كيسان تاع ما. ها هو الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث والكاس الرابع. ها هو الكاس الرابع. هنا عندي نص حبه تعليم، بيان سيغ عصرتها ودرت وقصت الحبه في الكاسرونه. هنا كي تبدا تغلي نحسبوا لها ربع ساعه ونطفوا عليها. بالنسبه للسميد عندي 4 كيسان سميد. انا استعملت هذا مولا خشن، ها هو هذا مولا، ها هو عندي 4 كيسان سميد. نزيد عليهم ربع ملعقه تاع ملح. عندي مغرف صغيره تاع لافاني، وهذا هو المكون السري اللي يديروه باش يمد اللون والذوق. عندي مغرف تاع كاكاو، مي ما غاديش تبان كاع في الوصفه تاعنا، مي تعطينا بنه ولون شباب. هنا خلط كاع هاد النواشف مع بعض. جربوا هاد الوصفه وان شاء الله تعتمدوها في شهر رمضان. انا خلط كاع هاد النواشف مع بعض. انا جربتها وخرجت لي روعه. هنايا في ريسيبيون عندي كاس وكاس الا ربع تاع سكر. هنا ديما تبغيش الحلاوه دير كاس ونص تاع سكر. ها هي، انا درت كاس سكر وزدت كاس الا ناقص صبع. انا ديما تبغيش الحلاوه بيان سور دير كاس ونص تاع سكر. هنا عندي كاس تاع زيت ناقص اسبوعين، ديري كاس الا ربع تاع زيت. وهنا عندي نص كاس تاع ما، ونزيد عليها نص كاس تاع ما زهر. ها هي نص كاس تاع ما، ونزيد عليها نص كاس تاع ما زهر. هي كاس كيما هكا. نضرب كاع هاد السوائل مع بعض بالبراميكسور. ها هي حتى عفوا حتى نتحصلوا على اللون الابيض. دوك تشوفوا معايا حتى يتخلطوا كاع هاد المكونات والسكر تاعنا يذوب. نخلطوه بهذا الشكل كيما هكا، نضربوه غايه حتى هذاك السكر تاعنا يذوب. ها هو القوام اللي نتحصلوا عليه. شوفوا حبيباتي، هنا كاع السكر تاعنا ذاب. ها هو. هنا نجيب السميد تاعي ونكب فيه هذا الخليط كيما هكا. انا نهود هذا الباقي اللي في الريسيبيون تاعي. ها هو نهودها كاع كيما هكا. انا استعملي غير المغرف، انا ما تستعمليش كاع يدك. خلطي هاد المكونات كاع مع بعض، دخلي هذاك السكر ندخلوا هاد السوائل في النواشف تاعنا كيما هكا. هاد المغرف تاع الكاكاو تعطينا لون وذوق شباب بزاف. انا جربت شحال من وصفه، مي هذه الوصفه اللي غادي نعتمدها ان شاء الله. انا نجيب البلا تاعي اللي يدخل الفور، بيان سور ندهنته بالمارغرين، ونحط الخليط تاعي هنايا. انا البلا تاعي فيه 30 على 40. انا ندير الخليط تاعي كيما هكا. انا بلا ما نضغط، انا غير ندير فيه. وهنا نجيب الخدمي ونبدا غير نطراسي، ما نهوتش لتحت. انا نقسمها لاثنين ونزيد نقسم هادو الاثنين كيما هكا. انا اللي بغات تكبر المورسو تاعها تكبره، انا بغيتهم صغار، وكل وحده والاختيار تاعها. نزيد نقسمهم على 2 كيما هكا. هنا درت لها انا اللوز. هنا اللي ما عندهاش اللوز ديال الكاوكاو. وهنا دائما التزيين يبقى اختياري. هنا بيان سيغ الفور تاعي راه ساخن، ندخلها طيب على 160 درجه ونشوفوها مع بعض. ها هي الشاميه تاعي بعد ما طابت حبيباتي. شوفوا جات ولا اروع. هنايا نسقيها ونخليها. انا الامانه خليتها باتت ليله كامله، عاد قسمتها. واللي بغات تخدمها في الصباح
تقسمها مول الفطور في رمضان تنجم. أنا درت قاع الشربات تاعي، ها هي هنايا بعد ما فاتت ليلة كاملة وقسمتها حبيبتي. شوفوا الشامية تاعنا كي جات ولا أروع. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وما تنسوناش بجام. ومع السلامة حبيبتي، إلى الملتقى إن شاء الله. باي باي.